تويوتا غازو ريسينج أو جي آر اللي هي قلبة موازين العالم. السيارات الأسطورية مثل جي آر يارس، جي آر سوبرا، جي آر 86. بس فكروا شوية، ليش الاسم غازو؟ القصة بدأت ببداية الألفينات لما أطلقت تويوتا موقع اسمه GazoRacing.com. كان الموقع يعرض صور السيارات فقط المتوفرة للبيع، وكان الاسم غازو مشتق يعني اسم رؤية صورة. هاي بالبداية. غازو كانت مجرد كتالوج الكتروني بسيط، يعني بس تقلب بالسيارات، شي بعيد كل البعد عن عالم سباقات السيارات، وين ولا له علاقة. بس في 2007 الأمور تغيرت كلش لما دخل أكيو تويودا حفيد مؤسس تويوتا على الخط. أكيد اللي معروف بحبه للسيارات وموهبته كسائق محترف. كان عنده رؤية كلش إنه يرجع المتعة والإثارة للسيارات تويوتا. هنا بدأت فكرة إنه يكون فريق صغير اسمه غازو، شارك بواحدة من أصعب سباقات العالم، سباق 24 ساعة اللي هو النوربورينغ. تيم غازو كان فريق بسيط بس بإمكانيات كلش محدودة، بس روحها مليانة شغف كانت، وعندهم تحدي كلش قوي. السباق ما كان بس عن الفوز، كان عن تعلم وتحسين السيارات على أرض الواقع، يعني ما كانوا يفكرون بالفوز أصلاً. أكيد تويوتا بالمناسبة شارك بنفسه كسائق، وكان اسمه يخلي اسم مستعار اسمه مورينزو. ليش؟ حتى العالم لا يعرفوه، فسوى اسمه مورينزو. الشخص اللي وقف وراء نجاح أكيو تيم غازو هو هيرومي ناروسي، السائق التجريبي الأسطوري لتويوتا. هذا معروف. ناروسي كان يؤمن أن السيارات لازم تختبر على الطريق، يعني لازم يجربها على الطريق، وفلسفته هاي هي اللي بنت عليها شركة تويوتا تيم غازو ريسينج. بس غازو ريسينج ما توقفت عند السباقات فقط، الدروس اللي تعلموها بالحلبات انعكست بشكل مباشر على سيارات جي آر اللي هسه احنا نستخدمها على الطريق، مثل سيارات جي آر يارس وسوبرا جي آر وجي آر 86 اللي تمثل فلسفة غازو: أداء عالي، متعة قيادة، واتصال مباشر بين السائق والسيارة على الطريق. للأسف ناروسي توفى بشكل مأساوي في 2010 أثناء اختبار سيارة لكزس LFA نيربورينغ إديشن، لكن إرثه وفلسفته مستمرة إلى حد اليوم في سيارة جي آر وكل سباقات تدخل فيها تويوتا. فاليوم من تشوف شعار جي آر اتذكر هو مو بس اسم، هو إرث من الإبداع، الشغف، تحدي اللي ما له حدود. وصدقوا لا، هذا كله بدأ من موقع إلكتروني شيء بسيط فقط.